قال عليه الصلاة والسلام: ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر. ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر. سدوا علي كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. ما ساءني قط، زوجني ابنته وأعطاني ماله، وما قبل النبي من صحابي كل ماله إلا مال أبي بكر. يا أبا بكر، ماذا أبقيت لنفسك؟ قال: الله ورسوله. كان صاحبه الأول، وكان أمين سره، وكانت العلاقة بينهما تفوق حد الخيال. لكن هذا الصحابي الكريم تفوقه بعطائه. له خدمة يؤديها لجيرانه، له جارة عجوز يؤدي لها خدمة يومية بحلب شياهها. فلما صار خليفة المسلمين واعتلى منصب الرئاسة الأولى، غلب على ظن هذه الأسرة أن هذه الخدمة سوف تتوقف، فأصابها بعض الحزن. لكن المفاجأة أنه في صبيحة اليوم الأول لتولي هذا الخليفة العظيم منصب الخلافة طرق باب العجوز. قالت العجوز لابنتها الصغيرة: افتح الباب يا بنيتي. بعد حين سألتها: من الطارق؟ قالت: يا أمي، جاء حالب الشاة ليحلب لنا الشياه. قالت: ذاك أمير المؤمنين، خليفة عظيم بيده شؤون المسلمين، لم يقطع خدمته عن جارته العجوز. يعني لماذا لا نحبهم؟ يعني مثلا سيدنا الصديق قال لسيدنا عمر: يا عمر، أبسط يدك لأبايعك، أبسط يدك لأبايعك. صعق سيدنا عمر، قال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا كنت أميراً على قوم فيهم أبو بكر. هذا شيء فوق طاقتي. أرأيت إلى هذا الحب؟ ما في مؤامرات، ما في تنازع سلطة. أرأيت إلى هذا الحب؟ فقال له سيدنا عمر: أنت أفضل مني. قال له: يا عمر، أنت أقوى مني. فقال كلمة يذوب لها قلب المؤمن. قال سيدنا عمر: قوتي إلى فضلك، قوتي إلى فضلك. لذلك قال بعد أن تولى الخلافة من بعده، قال: كنت خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيفه المسلول وجلواذه، فكان يغمدني إذا شاء، وتوفي عني وهو عني راض، وأنا بهذا أسعد والحمد لله على هذا كثيرا. ثم كنت خادم أبي بكر وسيفه المسلول وجلواذه، وتوفي عني وهو عني راض، وأنا بهذا أسعد والحمد لله على هذا كثيرا. هكذا كان الصحابة فيما بينهم. فلذلك هذا الصحابي الجليل كان ظل رسول الله، وكان أمين سره، ومع هذا التواضع وهذه النعومة وهذا اللطف كان قائداً من الطراز الأول. فلما ظهرت فتنة بعد وفاة رسول الله وارتدت بعض العرب ومنعوا الزكاة، وقف موقفاً يشيب لهوله الولدان. أمسك عمر من تلابيبه، وكان من جبابرة الجاهلية. قال له: ثكلتك أمك يا عمر، جبار في الجاهلية خوار في الإسلام. هناك محللون لهذا الموقف. هو يحبه وسيدنا عمر على نمط سيدنا الصديق، بس لأن هناك من يتخوف من إرسال جيش لمقاتلة المرتدين، أراد أن يكون هذا الموقف رادعاً لكل من تسول له نفسه أن يجبن عن إرسال هذا الجيش. قال له: ثكلتك أمك يا عمر، جبار في الجاهلية خوار في الإسلام. فهذا الإنسان على نعومته ومحبته وكثرة بكائه وإخلاصه للنبي كان بهذا الموقف الرائع. له موقف آخر عجيب. أنا لا أتصور في تاريخ البشرية أن هناك إنساناً
يحب إنسانا كما أحب الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن التوحيد يقع عنده في المقام الأول. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. قال محمد فقط بلا ألقاب، ليبين أن الرسالة لا تموت والنبوة لا تموت. ولكن لو أن الناس توهموا أنه لم يمت كأنهم جعلوه إلها. إن الله عز وجل يقول: إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذه الآية كأنها غابت عن كل الصحابة بما فيهم عمر. فوقف هذا الموقف الرائع. يعني الحقيقة هناك من يقول من المؤرخين إن هذا الصديق العظيم يعد المؤسس الثاني للدولة الإسلامية، مع أنه عاش 2 بعد رسول الله. لكن البطولة ليست في الوقت المديد، البطولة في المواقف الجريئة والمواقف الحاسمة.